تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا عقب تعادله المثير أمام سوسيداد 44 في إياب نصف النهائي على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو. وتقدم فريق سوسيداد عن طريق أندير بارينيتشيا في الدقيقة 16، في حين سجل إندريك هدف التعادل لصالح ريال مدريد من صناعة فينيسيوس في الدقيقة 30. وفي الدقيقة 78 سجل سوسيداد هدف ثاني عن طريق دافيد ألابا بالخطأ في مرماه، في حين عاد سوسيداد وسجل هدف ثالث بتسديدة من أويرازبال ارتطمت في ألابا وسكنت الشباك في الدقيقة 80. وفي الدقيقة 80 سجل جود بيلينغهام هدف ثاني لصالح ريال مدريد بعد تمريرة من فينيسيوس، في حين سجل أوريلين تشواميني هدف الثالث في الدقيقة 50 برأسية بعد كرة ركنية. وسجل سوسيداد هدف رابع في الدقيقة 90+2 بعد كرة عرضية حولها ميكيل أويارزبال برأسية في الشباك. وبعد الذهاب للأشواط الإضافية سجل أنطونيو روديغر هدف التعادل في الدقيقة 114 برأسية بعد ركنية من جولر. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد 10 على ملعب أنويتا. إذا أعجبك الفيديو قم بمتابعة القناة عشان يوصلك الجديد، وشاركه مع أصدقائك علشان تعمل فائدة.